السلام عليكم، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ده فيديو تاخد من مين النصيحة. وعشان نجاوب على السؤال ده بطريقة منطقية هقولك الاول ما تاخدش من مين النصيحة. ما تاخدش النصيحة من حد مش فاهم هو عايز ينصحك في ايه. ما تاخدش نصيحة مادية من ابوك وابوك ما بيعملش الفلوس اللي انت نفسك تعملها. تمام. ما تاخدش نصيحة من واحد صاحبك والواحد صاحبك ده ما عندوش اي خبرة ولا اي مجال او اي خلفية عن في المجال اللي انت عايز تسأل فيه. ما تاخدش نصيحة من حد مجرد انك بتحبه. حلو كده. ما تاخدش نصيحة مني انا شخصيا من اي حد في الدنيا الا لما يوريك نتيجة، من اي حد ما تعرفوش يعني، الا لما يوريك نتيجة للحاجات اللي هو بيعملها. عشان كده انا ما بديش نصايح في حاجات ما بعملهاش. ما بدكش نصايح في البنات على قد ما اقدر، عشان انا مش خبرتي مش قد كده في البنات. ليه يا ترى؟ ليه؟ عشان ما بصاحبش. مش هديك نصيحة في الفلوس. بالمناسبة انا اقدر اديك نصيحة في الفلوس. تمام. يعني مش عارف انت شايف ده ولا لا. و انا مش محدث نعمه والله، او محدث نعمه، اما نعمه ربك فحدث، يعني ده هتكفرنا. بس ايه؟ المجد ب 5000 شاري حاجات من معايا، ممكن اديك نصيحه في الفلوس كويسه تفيدك. بس برضه مش شايف نفسي كوفي كفايه ان انا انصحك بالنصائح اللي هتغير من حياتك في الفلوس وتخليك مليونير يعني. تمام. مش شايف نفسي كوفي كده دلوقتي. ممكن ادي اي حاجه كده تعرفك مستواي لحد فين، تأدي حاجات الناس اللي في مستوايا واقل. اه. بس اقول لك حاجه فوق مستوايا، ده عيب عليا، عيب في حق انا. تمام. مين اللي تسمع له الكلام اللي قلته لك ده؟ يديك فكره شامله وكافيه ووافيه عن مين اللي تسمع له. في حاجه مثلا زي حوار الفلوس، اسمع لحد يا سيدي مليونير بس يكون كان في نفس المستوى اللي انت فيه. مش تسمع على حد من اللي ابوه اداله مليون دولار يبدا بيهم حياته وتقول لا ده انا ان شاء الله ابقى زيه. لا، هو ما يعرفش حياتك كانت ماشيه ازاي، ما دقش الفول والطعميه. فاهمني بكلمك في ايه؟ ما دقش الجيم، ما دقش الجيم ابو 200 جنيه في الشهر. انت عارف هو عامل ازاي الجيم ابو 200 جنيه في الشهر؟ فاهمني بكلمك في ايه؟ فشوف حد كان في الوضع اللي انت فيه وبقى احسن، ما تشوفش حد بقى احسن على طول. بالنسبة للحاجات بتاعتنا اللي هي النصايح بقى، ازاي تغير حياتك، تعمل فلوس اكتر، تكلم بنات، بره عن الكلام ده. انا ما بعرفكش ازاي تكلم بنات. انا بتكلم في اغلب الحاجات اللي انت محتاج تسمع، او بلخص كتب وبشرح ناس، وعندي ديسكورد. استغل بالمناسبه اللي انا قناتي لسه صغيره، تعرف تخش على الديسكورد وتسالني هناك تقريبا عن اي حاجه انت عايزها. والحوار بتاعك كان مهم وما كانش في دماغي ومش كاتبه في كفكره عامل عليها فيديو، هعمل عليها فيديو مخصوص عشانك انت. تمام. نرجع لموضوعنا. لو الحاجات دي مش متوفره في الشخص بتاعك ما تسمعش منه نصيحه. تسمع من مين تاني؟ شوف. شوف بقى. تشوف انت دلوقتي فتحت عينيك وهتعرف تشوف بالظبط انت عايز تسمع من مين وفي ايه. تمام. واحد زي اسامه الزيرو مثلا، انت عايز تتعلم كودنج وبرمجه. هل ده شخص اتعلم كودنج من هو عنده 3 سنين وامه كانت بتربيه؟ لا، مش لا، عادي جدا. شخص خريج تربيه اجتماعيه ولا مش عارف ايه، وعلم نفسه بنفسه من كورسات. حاجه انت في نفس الوضع اللي انت فيه، انت دلوقتي في كليه تجاره او ايا كان، او في طب يا سيدي وخلصت مش لاقي حاجه تعملها انت خلاص. ده حد كان في كليه تانية ونقل من مجال لمجال ومن الاول ومن الصفر وعلى كبر وكل الكلام ده، وبدا يتعلم بجد وتشتغل بجد فيه. ده شخص تسمع له، شخص كفء اللي انت تسمع له. بس انا بكلمك في الحته دي، بكلمك في النقطه دي بس، عشان هو هيكون فاهم انت انت في ايه دلوقتي، وهيعرف يكلمك فيه. في حوار البورن، شوف حد خلاص متشاف ومتعافى وما عندوش اي مشكله من اي نوع في حوار البورن، وهيقدر يديك نصيحه تفيدك، عشان هو عارف يعني ايه. يعني انت مثلا مش لما تيجي تاخد النصيحه دي من حد متدين، مع كامل احترامي وتقديري للمتدينين، الناس المتدينه بجد احسن مني ومنك 100 مره. ما دي حقيقه مش مختلفين عليها. بس هو الشخص اللي كان متدين من صغره، اهله عرفوا يربوه من الاخر. على فكره انت ليك مميزات وعيوب وهو ليه مميزات وعيوب، كل واحد ليه مميزات وعيوب. تمام. بس بالمناسبه الشخص المتدين ده ما مرش باللي انت مريت بيه. جات له الغرايز بتاعته اشتغلت، وجات له الحاجات اللي كان نفسه يعملها وكان فعلا نفسه. بس عنده زي ما تقول الدرع الكافي او الفكره العقليه اللي اتحطت في دماغه من هو صغير، وعرف يتفادى الموضوع ده اكتر منك. فاهمني بكلمك في ايه؟ لا، خدها من واحد زيك، واحد بيتكلم عادي ومش في بعض الاوقات كده عادي، بيحاول يصلي، بيحاول
بيحاول ما يقطعش في الصلاة، بيحاول يزود حياته، بيحاول يعيش، بيحاول يكون بني آدم، بيحاول يكون بني آدم كويس. تمام. بس ده ملخص الكلام. حاجة أخيرة قبل ما أقفل: إزاي تطبق نصايح الشخص اللي عاجبك؟ مش عاجبك زي ما اتفقنا، مش كقدوة. قدوتك الوحيدة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عارف يعني ايه قدوة يا صاحبي؟ قدوة اللي انت بتاخده كمرجعية في كل حاجة في حياتك، والشخص الوحيد اللي كفء كده سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تمام. بس بقى غير الناس اللي غير كده، أي حد غير كده هو مش معصوم زيه، فمش كفء اللي انت تاخد منه انه ده نموذج مرجعي، اي حاجة عطل فيها اشوف هو عمل ايه واعمل زيه، لا. تمام. عشان كل واحد له عيوبه وكده. تمام. فهتغسل دماغك بعد ما تعرف الصح من الغلط. ودي حاجة انا مش هعرف افيدك بيها، انت ازاي تعرف الصح من الغلط لوحدك؟ يعني في حاجات ممكن تتفرج عليها ما تعرفش ان دي وحشة. تمام. فهتيجي بقى مع التجربة والخطأ. انا اسف لك في دي، مش هعرف افيدك فيها ولا حد هيعرف يفيدك فيها بالمناسبة، ان لقيت حد عرفني. تمام. بس ازاي تعرف الصح والغلط؟ ازاي تعرف ان الحاجة دي لو عملتها مش هتدي النتيجة او هتديك نتيجة عكسية؟ بالتجربة والخطأ. بس اغسل دماغك بالشخص اللي قدامك، اغسل دماغك خليها زي دماغ الشخص اللي قدامك. تاخد انا نصيحة مني في اي حاجة، تمام، اسمع فيديوهاته كلها وفليها واكتب ورقة وقلم كده، وحاول يعني تسمع له وانت ماشي كبودكاست مثلا او اي حاجة، بحيث ان انت في العقل اللاواعي بتاعك الكلام ده موجود، فكأنك برمجت نفسك تاني، بتبرمج دماغك من جديد. حلو. في الحاجة، اي حاجة بقى نفسك تتعلمها كده، تتعلم مثلا اي حاجه، تتعلم اللي انت كنت عارف تتكلم عن الناس كويس، شوف الشخص اللي قدامك، اسمع يا اخي كتاب اوديو بوك، اسمعه كصوت، تفهمني؟ شوف، اسمعه مرة 2 3، الحاجات اللي بتتقال فيه هتتبرمج في دماغك كده، كتب في دماغك خلاص. انت ما تعملش كذا كذا، اول ما تحط في الموقف تفتكر ما تعملش كذا كذا فتروح اعملها، بدل ما تتحط في الموقف وتعملها كذا كذا وتلاقي نفسك ما اديتش وتزعل بقى وتروح تعمل اوفر ثينكينج وان انا يا ريتني عملت ويا ريتني. لا، انت هتفتكرها اسرع في الموقف الصعب اللي انت دماغك ما بتشتغلش فيه. تمام. بس ده كل اللي عندي.